بقالي فترة كده عمالة أقرأ في كتاب سوفت وير فاندمنتال اوف سوفت وير اركتكتشر، فقلت أشارك معاكم الحاجات اللي أنا بقرأها. ومن يمكن المواضيع الكتيرة أو من أهم الحاجات اللي أنا قرأتها لحد دلوقتي في الكتاب ده هو فكرة الاركتكتشر كاركترستكس. ايه هي الخصائص بتاعت الاركتكتشر، وامتى تقول انا هستخدم ده ومش هستخدم ده وهعمل كده او مش هعمل كده. ده بناء على الخصائص او الكاركترستكس اللي انت محتاجها تكون موجوده في السيستم بتاعك. طب انت بتحددها على اي اساس، وايه هي الكاركترستكس اللي هتاخدها وايه اللي هتسيبها؟ الموضوع ده بيبقى تريد اوف، يعني انت هتاخد حاجه مقابل حاجه، هتدفع تمن سكيورتي مقابل بيرفورمانس، هتدفع تمن اجيلتي مقابل معرفش يوزابيلتي كده. يعني انت مش تاخد كل حاجه انت عايزها في الكاركترستكس دي، واللي بيحدد ده هي الريكويرمنتس بتاعت السيستم والدومين ستيك هولدرز او الناس اللي شغالين عليه. طيب في الكتاب بقى قسم الكاركترستكس دي ل 3 كاتيجوري او 3 فئات. اول حاجه هي الاوبريشنال اركتكتشر كاركترستيك، وتاني حاجه هي الاستراكشر اركتكتشر وكاركترستيك، وتالت حاجه هي الكروس كاتنج اركتكتشر كاركترستيك. كل واحده بقى تحتها سب تايبس، يعني كل واحده تحتها شويه حاجات، وكل الحاجات اللي تحتها هي بتكون ريليتد لاسمها. طيب اول حاجه بقى هي الاوبريشنال اركتكتشر كاركترستيك. واضح من اسمها ان هي ليها علاقه بالاوبريشن او طريقه الشغل او امكانيه الشغل بتاع السيستم، يعني هو امكانياته قد ايه. طب مين بقى السب تايبس بتاعتها؟ اول حاجه فيها مثلا البرفورمانس. ايه فكره البرفورمانس؟ هو اداء السيستم عامل ازاي، هو هيقع ولا مش هيقع، هو هيقدر ياخد كام ريكوست في قد ايه، هو لما بيحصل عليه ريكوستات كتيره بيبيهيف ازاي. ده كله بيلخص فكره البرفورمانس. تاني حاجه مثلا هي الافيلابيلتي، يعني السيستم بتاعي ده هو هيفضل افيلابل قد ايه، هل هو شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع ولا لا، هل هو هيجي له ريكوستات كل يوم بنفس الكباستي بنفس الحجم ولا لا، مثلا هل السيستم ده هو شغال بسرعه ولا لا، لما يفيلير ايه اللي هيحصل. دي كلها تحت امبريلا الافيلابيلتي.